السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية، وكما العادة ما كان غير شيوات لذيذة. بالنسبة لليوم جبت لكم السفوف اولا سلول فاسي معلك كيجي غزال. اهم حاجة انه صحي تماما، يعني يصلح لمرضى السكري ويصلح لكاع الناس اللي كيبغيو ياكلوا هكذا حاجة صحية وفي نفس الوقت معلك وبنين، ما تغير حتى شي حاجة في الذوق ديالو، كيجي اكثر من رائع وكيجي غزال. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه، غادي تعجبكم بزاف هذيك القرمشه مع التعليقه، كاع المواصفات الزوينه مجموعه في هذا السفوف هذا. غادي نشارك معكم طريقه الاحتفاظ به، وغادي نشارك معكم كذلك ثمن البيع بالنسبه للناس اللي بغاو هكذا يخدموا على راسهم. راه هاد السفوف هذا بالخصوص اللي طلبوا من عندك غادي يرجع ياخذوه، لان غير كياكلوه ما كيحسوش بالحرقه، ما كيحسوش بزاف ديال الاعراض اللي كيديروهم السفوف العادي. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه هكذا وتفرحوا به الاهل والاحباب في هذا الشهر الفضيل، ونتمنى يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه. غادي نشوف معكم كذلك بزاف ديال الاشكال ديال التقديم هكذا باش تقدموه بشكل راقي للضيوف. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للوصفه غادي نحتاج هنايا تقريبا واحد الكيلو ونص ديال الدقيق. غادي نبقى كنحمرو هكذا في واحد الطنجره اللي تكون ثقيله. من الاحسن انكم تحمروا شويه بشويه باش هكذا ما كيغلبكمش ويتحرق. وبالنسبه للدقيق يعني باش انكم تفاداو انه يجيكم مر، فكتبقاو يعني كتحمروا فيه وكتحلوا دوك الكويرات هادوك باش كلشي يطيب، يعني ما يجيكمش في الاخر مكور وترميو كميه كبيره ملي تغربلوا. صافي كتبقاو نتوما كتحركوا وانتوما كتيستيو، كتجيبوا واحد الطبسيل فيه الزيت وكتبقاو تهزوا الدقيق وتشوفوا واش وصلتوا للون المناسب. غير هي ما تفوتوش هاد الدرجه ديال هاد اللون اللي كتشوفوه بزاف باش هكذا ما كيجيكمش مر. والاسباب الثانيه اللي كتخلي السفوف يجي مر هي الزنجلان اولا حبه حلاوه اولا النافع. فضروري ما انكم يعني هكذا الزنجلان ما تطحنوش كميه كبيره، كطحنوه غير نصف الكميه باش هكذا ما كيجيكمش السفوف ديالكم اولا سلو مر. عندي هنا بالنسبه للمكسرات كيلو ديال اللوز اللي نديروه في المطايب، وكان في السخون نحيدوا له القشره ديالو، كنبيتوه ليله كامله كينشف، وفي الصباح هكذا كنديروه في واحد اللاطه نوزعوه مزيان ونديروه في الفران على عافيه مهيله حتى كيتحمر بدون ولا قطره زيت. بالنسبه للكيلو الثاني كيكون بالقشره ديالو، وكتغسلوه حتى هو مزيان، راه كيخرج منه الوسخ بزاف وكتكون فيه بزاف ديال الاوساخ، حيت راه كيكون يعني معرض هكذا للغبره وبزاف ديال الاوساخ. صافي هذا حتى هو كنبيتوه حتى كينشف وكنديروه في لاطه وكندخلوه للفران على المهل حتى كيتحمر من القلب ديالو. بالنسبه للزنجلان حتى هو يتنقى ويتغسل وكيتنشف، وبهذا الشكل هذا كيتحط في واحد اللاطه هانتوما كتشوفوا حتى كيتفرش مزيان، وكتدخلوه حتى هو للفران حتى كيتحمر مزيان. صافي غادي ندوزوه هانتوما كتشوفوا اللوز بدون ولا قطره زيت. البنات بغيناه صحي، يعني زيت المائده ما خصهاش تكون نهائيا. هانتوما كتشوفوا راني درت لكم الورق باش تشوفوا بلا وصلت لها التحميره هذه بدون ولا قطره زيت. يعني الا بغيتوه صحي راه ما كتبقاش يعني الدقيق هو المشكل، لان دقيق القمح بحالو بحال الشعير بحال يعني الفرص، يعني راه غير الاخرين زايدين بالالياف، اما الضرر راه نفسه. يعني الا قلتي غادي نبدل دقيق الفرص بدقيق الشعير باش يكون صحي، ابدا، يعني غير خليه بالفرص احسن، بعدا كيجي لذيذ. صافي هنا بالنسبه للوز اللي بالقشره ديالو كتقسموها، خصكم تلقاوها محمره من القلب ديالها باش هكذا كتبقى لكم ديك القرمشه مده طويله، والسفوف ديالكم يبقى حتى العام ما كيطرى له والو، ما كيغمل ما حتى شي حاجه. بالنسبه للطحين ما كنحتاجوا لا ماكينه يعني تكون بروفيسيونيل لا والو، كناخذ هذه الماكينه هذه كندير فيها كميه ديال اللوز وكنبقى كنطحن حتى كيطلق ليه الزيت ديالو. يعني ضروري ما انكم كطحنوا وتعاودوا حتى كيولي بحال املو. ديك الساعات كتقدروا انكم تستغناو على الزيوت كاع تماما، اولا كتضيفوا كميه من هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، يعني مواد صحيه فقط. صافي هنا الا ما بغاش يطحن لكم ويرجع لهذا القوام هذا كتزيدوا له واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وكتواصلوا الطحين حتى كيرجع لكم سائل كيف ما كتشوفوا. هاد الطريقة هادي غادي نديروها مع كامل المكسرات، سواء اللي بالقشرة ولا اللي بلا قشرة. بالنسبة للوز فكتخليو تقريبا غير واحد الحفنة هكذا اللي كديروها كونكاسي اولا مهرمشة، اما الباقي كامل يتعلك هكذا حتى كيطلق الزيت ديالو. هانتوما كتشوفوا هذا غادي يعجل لنا السفوف كامل بلا ما تحتاجوا بزاف ديال الدهون.
صافي هذا هو القوام اللي بغيناه، كنحطوه على جنب وكنبدا كنطحن كامل المكسرات. غير هي بالنسبه للزنجلان عندي كيلو كيف ما قلت لكم، غادي نطحن غير نص كيلو، ونص الباقي كنخليه بالصاين باش هكذا ما كيعطيش المروره. بعد ما طحنتهم كاملين حتى وصلوا لهاد الدرجه هذه، كيف ما كتشوفوا كل حاجه لازم تطلق الزيت ديالها الطبيعي اللي غادي يساعدنا هكذا باش كتكون صحيه اكثر، وما كنضيفوش الزيوت النباتيه الاخرى. بالنسبه لهاد الوصفه هذه درت كيلو من الحاجه كيف ما كتشوفوا، نتوما كتضاعفوا الكميه على حساب شحال بغيتو هكذا تخرجوا من كيلو. يعني ولا كنتو كتخدموا الطلبيات فكتاخذوا هاد القاعده هذه اللي درت انايا وكتضاعفوا الكميه على حسب اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا كلشي طالق زيتو. بالنسبه اللي خليتهم مهرمشين راه كميه قليله، راه اصلا كيجي عاطي الكروكون داك الزلجنان هذاك. هنا شويه ديال اللوز هكذا مهرمش. كناخذ داك الكيلو ونص ديال الدقيق من بعد ما برد تماما وتغربل، عاد كنزيد عليه المكونات كاملين في دقه واحده. غادي نزيد عليهم من بعد 2 معالق ديال النافع مطحون بودره، كنزيد عليهم 2 معالق ديال حبه حلاوه مطحونه بودره، وكنزيد كذلك 2 معالق ديال القرفه تكون مطحونه بودره، كاملين يكونوا مغربلين باش هكذا ما كنتلاقاوش مع شي حاجه. يعني هكذا ملي كنكونوا نمضغوا السوف ديالنا اللي كديرونجي هكذا في الفم. غادي نذكركم الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش كتعموا الفائده. وشكرا بزاف على تعليقاتكم الايجابيه، نتمنى لكم احسن واسعد الاوقات. انتم كتشوفوا صافي زدت كلشي، وصلت لهذاك النافع وحبه حلاوه والقرفه اللي قلت لكم زوج معالق. وانتم ممكن انكم يعني هكذا تزيدوا كل وحده على حساب شحال كتبغيهم، غير هي الا زدتوا على هذا الشيء غادي تجيكم المروره اللي قلت لكم. كديروا قبصه ديال المسكه وقبصه ديال الملحه. كديروا كذلك كاس ديال زيت الزيتون. هنا انا كنخدم بزيت الزيتون البكر لان النكهه ما كتكونش يعني مركزه، وكيجي يعني السفوف بحال مخدوم بالزيت العاديه، ما كتجيش فيه نهائيا شي نكهه اللي غريبه. صافي كتمعكوهم مزيان وتدلكوهم حتى دوك الزيوت يطلقوا في بعضياتهم ويتجمع لكم، وغادي يعطيكم السفوف اللي كيكون مرمل اللي كيعجب بزاف ديال الناس. ولكن الا بغيتوا السفوف اللي معلك بحال اللي وريت لكم غادي نوريكم كيفاش غنتحصلوا عليه، وغادي نوريكم كذلك الطريقه بالتفصيل. هذا هو القوام المرمل. هنا غادي تحبسوا اذا كنتو كتفضلوا السفوف اللي كيكون بهذا الشكل هذا، واذا كنتو كتفضلوه معلك فغادي تاخذوا الزبده، يعني غادي تزيدوا كاس ديال الزبده نوازيط. غادي نوريكم الزبده اللي كنخدم بها وماشي غير في السفوف، تقريبا كاع الحلويات، حيت دائما كتسولوني عليها. قررت اني نهضر لكم عليها في هذا الفيديو هذا باش تستافدوا اكثر واكثر. بالنسبه للماركه اللي غادي تستخدموها فما كتهمش ابدا، انا كنستخدم اي ماركه لقيتها في طريقي. المهم انه تكون مكتوبه زبده مبستره وتكون 82% من الماده الدسمه. هذا الشيء اللي غتركزوا عليه، والتاريخ الصلاحيه يكون جديد، يعني تكون يلا تخدمات هذا الاسبوع مثلا باش كتكون النكهه يلا جديده ومركزه. صافي كناخذ كميه من الزبده انتما كتشوفوا. بالنسبه للماركات راه ما بغيتش نذكرهم لكم باش بلا ما ندير اشهار. وهاد الماركه هذه بالخصوص راه يعني كنستخدمها مره، يعني اي وحده لقيتها بروموسيون فيها 82% من الماده الدسمه كناخذها. بالنسبه باش تخدموا الزبده نوازيت اللي غادي ديروها في السفوف ديالكم وما يهملكمش لمده سنه او اكثر، كتاخذوا كميه الزبده كديروها على عافيه مهيله. كتبدا في الاول كتطلق هاد الكشكوشه هذه، ومن بعد كتنشف وكترجع بهذا الشكل هذا. كتخليوها تزيد طيب تماما حتى كتبداو كتشوفوا الفقاعات بدات كتكبر. هانتوما كتشوفوا الفقاعات غادي يبداو يكبروا بهذا الشكل هذا. صافي غادي تخليوها طيب حتى كدير هاد الرغوه هذه غطفيو لانها رجعات بوغ نوازيت وكتشموا اصلا النكهه ديال النوازيت. صافي هكذا غتولي الزبده من بعد ما كتبرد تماما كديروا لها العسل. انا هنا اختاريت انني نحليه بالعسل الطبيعي، نتوما ممكن انكم تستخدموا اي حاجه بغيتوا. يعني الا بغيتوا ديروا هاد المكونات هذه راه فيه ماكله ودواء، والا بغيتوا يعني انكم تستخدموا مكونات اقتصاديه لكم الاختيار. هنا درت ثلث الكيلو، يعني كيلو على 3، فهمتوني. صافي غادي نخلط به هذاك الصفوف ديالي حتى كيرجع معلك تماما. اذا ما تجمع لكمش الصفوف ديالكم بهذه الكميه ديال الزبده والعسل فما كتزيدوش نهائيا الزبده، لان كيف ما كتعرفوا الصفوف غير كيبات الا كانت الزبده فيه بزاف راه غادي يتحجر تماما، يجي يعني بحال نقولوا محجر بحال التشيز كيك. عرفتوا فاش كنطحنوا البسكوي ونزيدوا عليه الزبده راه كيشد في راسو.
المهم الا بقى خاصكم ليدام فزيدوا زيت الزيتون باش كيبقى لكم هكذاك معلك، واخا يجلس حتى لسانه كيبقى نفس القوام، ما كيشد راسو ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت راه كيجي بنين بزاف هكذاك كيذوب في الفم وغزال. صافي كنعجنو بهذا الشكل هذا، وكيف ما شفتوا انا راه درت ليغون حيت راه ما كيلصقش فيهم السفوف نهائيا. كيف ما كتشوفوا نقيين ليغون ما كيلصقش فيهم نهائيا. غير كتوصلوا لهاد القوام هذا كتحبسوا، يعني كتبقى كيتكور لكم هذاك السفوف بسهوله. هنا راني دقتو باش كنشوف الحلاوه واش هي هذيك، راه اكثر من رائع. بالنسبه للتقديم هكذا الا بغيتو تقدموه في ليمون كديروه هكذا في القالب ديالكم، وكتضغطوا عليه بشي حاجه حتى كيتساوى، ومن بعد كتزينوا له الوجه باش ما بغيتو. ممكن انكم تزينوه باللوز كونكاسي اولا اللوز ايفيلي، وحتى بزنجلان علاش لا. المهم كتستمروا بهذا الشكل هذا، والتقديم كيبقى اختياري. ممكن انكم تقدموا بالطريقه التقليديه، كل واحد كيفاش كيبغي يقدم السفوف ديالو. كننصحكم انكم تجربوه، غادي يبقى متوارث عندكم من الجيل للجيل ان شاء الله. غتعلموه لبنياتكم حيت هذا سفوف نهائيا ماشي مضر، هذا سفوف ماكله ودواء. وثمن البيع كيبقى كل واحد على حساب داكشي اللي بغا. انايا تقريبا كندير له 250 درهم الكيلو، لان كيف ما شفتوا المكونات غاليه بزاف. راه كندير فيه العسل الطبيعي ديال الليمون، وكندير فيه كذلك زيت الزيتون البكر ماشي اي زيت الزيتون، وكندير فيه كذلك يعني المكونات ذات جوده رائعه. يعني كون شفتوا اللوز باش خدمت ما خدمتش بالمهرس نهائيا. تهلاو فراسكم بزاف، ما تنساونيش بجام.